باسم الخالق العظيم. الموضوع بيان استنكار إلى بعث الأمم المتحدة إلى الحكومة العراقية المتمثلة بالرئاسات الثلاثة: سنجار ليس للبيع، وسنجار لا للمساومات السياسية والصراعات الطائفية. نحن كحزب الإيزيدي المتمثل بقاعدتها الجماهيرية وبجميع توابعها العامة ندين ونستنكر تصريحات الدولة التركية الفاشية والراعية للإرهاب حول اجتياحها للحدود العراقية وصولا إلى جبل سنجار المقاوم لغرض احتلاله لمنطقة سنجار ووضع نقاط عسكرية فوق قمم جبل، وبحجة واهية هو وجود حزب العمال الكردستاني هناك. وهنا نقول: أين رد الحكومة العراقية وأين القيادات العسكرية من كل هذه التصريحات المعادية لشعبها؟ أين الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المتفق عليها بين الدولة الجارة؟ هل العراق ليس لها سيادة على أرضها وبلادها؟ وللعلم العراق أصبح ساحة لتسفية الحسابات بين الخصوم، والشعب العراقي هو من يدفع ثمن كل هذه الصراعات، لأنها لا يوجد حكومة العراقية صادقة وكفؤة مع شعبها. ونحن الجمهور المتحشد نقول للجميع أننا سوف ندافع عن شرفها وأرضها وجبلها الشامخ، جبل البطولات والتضحيات إلى آخر رمق، ولم نتنازل عن مكتسباتنا التي حصلنا عليها بفقدان كوكبة من الشهداء الذين قاوموا ضد داعش وتحرير سنجار من دنسهم القدر. وأخيرا نقول بعالي صوتنا: سوف نقاوم وندافع إلى آخر مقاتل موجود في جبل سنجار. وللعلم هذه الأطماع العثمانية منذ مئات السنين ولم تحقق أبدا الرحمة والخلود لجميع شهدائنا. عاش سنجار حرة أبية. قيادة حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، 25 يناير 2021.